أنا لما كان عندي مستوى ألعب ويا اللي ما عنده مستوى واللي عنده مستوى. من كان عندي مستوى ألعب ويا بلانة، هذا حساب كامل أنا وبلانة وقيستاتنا يضحكن ويونسن. بس الرجال بلانة قام ما يدز لي، هو ما يدز لي أبدا، ما يدز لي أبد ما يدز لي. وأنا أعرف هو رجال وقلبه طيب، لكن مو السبب هو. فلأي واحد تشوفونه لما يصير عنده مستوى يتغير، بس صار عنده مستوى تغير، قبل يتغير عليك بلحظة واحدة. أنت وياه زين، وياه تفوز عليه، تنزل عليه سكورات ما تحكمه، تجي اللحظة يصير عنده سكور قبل يحكمك. أصلا يحاول أي شيء يسوي. واحد عراقي أنت تقولون حس بس يسوي جولات رسمية ويضحك على العراقيين، طبعا هذا التعليقات المتداولة، يضحك على العراقيين وبروس الزواج. زين اكو عراقي سوى خلال هذا الشهر، بس هذا الشهر، شو؟ لا والله مو خلال هذا الشهر، خلال 20 يوم سوى 7 جولات رسمية، 7 سواهن، والله 7 جولات رسمية وما خسر لو بجولة، كلهن فاز بيهن، ما حد حكى عليه ابدا، ما حد حكى عليه. بس انا رغم هذا كله ارجع واكرر كلامي انه انا هاي الشغلات ما تهمني، شغلة فوز وخسارة ابدا ما تهمني، شغلة دعم ابدا ما يهمني. بس بصراحة انا ما اضوج على مود انه ما نزل لي دعم، انما اضوج لان اعرف متابعين يضوجون، انا اعرف متابعين يضوجون، لهذا السبب تشوفوني انه انا مبتعد ابدا ما العب جولات حماسية، لان اعرف مستواي شنو. لما يكون عندي مستوى ادور، اشوف من عندي ادور، لكن من ما يمحد ما العب جولات حماسيه. لكن اتمنى يعني هذا المقطع الصغير فقط اللي راح احكيه اتمنى يصل للكل، الى كل الداعمين العراقيين. هاي رساله لكم، الى كل الداعمين العراقيين من اصغر داعم لاكبر داعم. اتمنى هذا السؤال تجاوبه بينك وبين نفسك، بس هذا اقول لك اياها، اتمنى تجاوبه بينك وبين نفسك. انا اعرف وصلك كلام عني، وانا اعرف هوايه ناس قالوا لك حس ما يستاهل، لكن السؤال موجه الك شخصيا من اصغر داعم عراقي لاكبر داعم. هل حسام اذاك؟ هل حسام غلط عليك؟ هل حسام بيوم راسلك طلب شيء؟ هل حسام طب عليك قال لك ادعمني؟ هل حسام طلبت منه شغله وما انطاك؟ هل حسام يوم شفته انه غلط عليك وقال هذا الرجال ما يستاهل وهذا الرجال كذا كذا؟ هذا السؤال انت جاوب نفسك واعرفني انه انا استاهل او لا.